جفاف مفترس لا يرحم يجتاح مناطق واسعة من الصومال، والفريسة الأضعف هي أطفال هذا البلد الذي مزقته الحروب والكوارث. تقارير العاملين في المجال الإنساني بالصومال تشير إلى أن أكثر من 50% من الأطفال يعانون من سوء تغذية حادة. الأمراض تشكل مع الجوع ثنائية فتاكة تهدد حياة الآلاف في بلد تنعدم فيه أبسط المستلزمات الطبية، والوصول إلى المستشفيات يحتاج من الكثيرين رحلة شاقة. حالات سوء التغذية لدى الأطفال المرضى والتي نعالجها في المشفى تضاعفت خلال الشهرين الأخيرين، والسبب الرئيسي لتفشي سوء التغذية يعود إلى المجاعة. عدد من المنظمات العربية والإسلامية يحاول المساعدة لتجنيب السكان كارثة محدقة، إلا أن هذه الجهود تبدو غير كافية بالمقارنة مع حجم الاحتياجات والمتطلبات، لا سيما مع غياب دور فاعل للدول والهيئات العاملة في مجال الإغاثة. ندعو الجميع الدول وجميع المؤسسات العالمية وخاصة الدول العربية والدول الإسلامية حكومة وشعوبا إلى أخذ مسؤوليتها لإنقاذ هذا المجتمع الذي يكاد أن ينقرض من الخريطة. ويبقى الوضع الأمني على الأرض العائق الأكبر أمام عمليات الإغاثة الإنسانية، فالصومال يقف اليوم أمام خطر كارثة إنسانية يخشى أن تحصد آلاف الأرواح إن لم يتدخل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية في أسرع وقت. يمكن أن يكون طبيبا أو مهندسا أو شخصا له أثر في الحياة، لكنه بحاجة إلى من ينقذه، بحاجة إلى من يرعاه، بحاجة إلى من يسعفه. فهل من مجيب؟ فهد ياسين، الجزيرة، مقديشو.